السادة الحضور، يوما قال الشاعر الكبير أحمد شوقي: لبنان مجدك في المشارق أوله. ونحن نقول اليوم وبمناسبة الذكرى 140 لتأسيس الأهرام على يد الأخوين سليم وبشارة دقلة: تلك صفحة عطرة من هذا المجد. يسعد مؤسسة الأهرام وصحيفة الأهرام أن تستضيف اليوم الملتقى الثقافي المصري اللبناني الأول بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال. السادة الحضور، نرحب بدولة الرئيس فؤاد السنيورة ونشكر تشريفه للملتقى اليوم، وإلى جواره قامات لبنانية ومصرية تمنح الثقافة العربية ثراء فكريا كبيرا. هذا الملتقى هو تتويج لاحتفالات الأهرام بالعيد الأربعين لإصدار العدد الأول من الصحيفة في 5 أغسطس 1876. ورسالة الملتقى اليوم أن المؤسسين الكبار قد تركوا وراءهم إرثا عظيما لعلاقة فريدة بين شعبين تربطهما أواصر لا تنفصل عراها. اسمحوا لي أن نبدأ بعرض فيلم قصير عن تاريخ صحيفة الأهرام من النشأة إلى الحاضر. السادة الحضور، نبدأ أعمال الملتقى بكلمة الأستاذ نبيل عبد الفتاح يستعرض فيها لماذا هذا الملتقى وما هو المرجو منه في دورته الأولى. فليتفضل. يستهدف الملتقى الثقافي المصري اللبناني الأول استعادة تقليد تاريخي في العلاقات والتفاعلات المصرية اللبنانية منذ مطالع النهضة العربية الحديثة، والتي لعب فيها عديد من المثقفين والأدباء والموسيقيين والمغنيين والمسرحيين والمعماريين اللبنانيين دورا مرموقا مع زملائهم ونظرائهم من المصريين في إرساء مظاهر الحداثة وزرع بعض جذورها في إطار الدولة المصرية الحديثة والمجتمع شبه المفتوح الذي تطور في سياقاتها الإصلاحية وسياساتها شبه الليبرالية، وذلك كحاضنة للتحديث المؤسسي وإنماء ثقافة المدينة والوعي الاجتماعي بها. هذا التقليد التاريخي شبه الليبرالي ساهم في بناء الجسور الثقافية العميقة بين البلدين الشقيقين على الاختلاف فيما بينهما على العديد من المستويات، وأدى إلى تفاعلات وإنتاج ثقافي وموسيقي وأدبي ونقدي متميز على مستوى العالم العربي،
وكان من أبرز فاعليه الحضور الديني والمذهبي المتعدد الذي احتضنته التجربة المصرية التاريخية واللبنانية، ومن آياته الدور البارز الذي لعبه المسيحيون اللبنانيون والشوام في إثراء الفكر والأدب والفنون، والذي عبر بعضه عن طريق المثال المصري التاريخي. ثم تطورات سياسية عديدة عصفت بالمنطقة وتحولاتها منذ تجربة ثورة يوليو 52 بمراحلها العديدة وتغيراتها وتحولات العالم والإقليم وفاعليه الرئيسيين، أثرت في العلاقات بين البلدين، وانعكست بعض ظلالها السلبية على انتظام العلاقة بين بعض المثقفين في كلا البلدين، إلا أن التفاعل فيما بين بعضهم بعضا ظل يمتلك بعض من الفوائد التاريخية الفاعلة على الرغم من عديد من المتغيرات السياسية في الإقليم العربي، وفواعل الجوار الجغرافي تتمثل فيما يلي: ظهور مراكز جذب جديدة في إقليم النفط العربي وتوظيف فوائده في بعض التظاهرات الثقافية والإعلامية استقطبت بعض المثقفين والفنانين والسينمائيين والموسيقيين من كلا البلدين إلى مؤثرات الجذب في الدول النفطية الشقيقة. ظهور تفاعلات جديدة وجسور بين الثقافات العربية المغاربية والمشرقية، ومعها بعض التجارب في السينما والمسرح وفي الفكر الفلسفي والنقدي. أزمات دولة ما بعد الاستقلال وأثرها على التكامل الوطني الداخلي، وسعي كل منها في بناء هويته الوطنية ومؤسساته على نحو أدى إلى بعض الانعكاسات السلبية على الفكرة العربية الجامعة في ظل صعود الأصوليات الإسلامية السياسية وجماعات العنف ذات الوجوه الدينية والطائفية، والتي تحول بعدها إلى الإرهاب الطليق في المنطقة. التدخلات الخارجية من بعض دول الجوار الجغرافي العربي وسعيها إلى التأثير في الأوضاع الداخلية العربية، لا سيما قبل وبعد ما سمي مجازا بالربيع العربي، وانهيار بعض الدول العربية وتفكك بعض أجهزتها وتآكل قدراتها في العراق وسوريا واليمن وليبيا، وتزايد الضغوط السياسية والاجتماعية والاضطرابات الأمنية في مراحل الانتقال السياسي في دول الربيع العربي على نحو أثر على الثقافة والمثقفين ومكانتهم ودورهم في المراحل الانتقالية لصالح صعود سلطة الناشط السياسي والحقوقي وسلطة الداعية الديني المتشدد والجماعات التي ينتمي إليها. من هنا تبدو الأهمية الاستثنائية لتجديد الجسور بين المثقفين في مصر ولبنان على نحو منتظم لتبادل الخبرات والرؤى والأفكار حول وضعية الثقافة والمثقف في المراحل الانتقالية، لا سيما في كلا البلدين وفي عديد من التجارب العربية الأخرى التي قد تتغير جغرافيتها السياسية وجغرافيتها الدينية والمذهبية في ظل المؤشرات السياسية والدينية والمذهبية المسيسة في العراق وسوريا واليمن وليبيا. إن وضعية بعض الدول والمجتمعات العربية الحرجة وبعض التفكك الذي يعتري بنياتها وهياكلها السياسية والاجتماعية والثقافية تتم في ظل تغيرات نوعية تطال فلسفات ومفاهيم ونظم ما بعد حداثية ومعولمة إلى ما بعدهما. يبدو مهما تقصي معنى الثقافة والمثقف في ظل عالم ما بعديات المتغير وعالم الرقمنة فائقة التطور وانعكاساتها على الثقافة والمثقفين على المستويات ما بعد العولمية والعربية والوطنية، ودور المثقف اللبناني والمصري في هذا الإطار. وأعتقد أن هذه الدعوة لهذا الملتقى آملين في مؤسسة الأهرام أن تكون بداية جديدة لمداخل مختلفة لتطور العلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين الشقيقين. نشكر حضوركم الكريم ونأمل في تفاعلكم المثمر. شكرا للأهرام ولجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على تبني هذا الملتقى، وأشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق كله في حواراتكم هذا اليوم. شكرا. الكلمة الآن للمهندس فتح الله فوزي رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الرئيس فؤاد السنيورة، السادة أعضاء الوفد اللبناني المشارك بالملتقى الثقافي المصري اللبناني، الأستاذ محمد عبد الهادي رئيس تحرير جريدة الأهرام، السادة الوزراء والسفراء والكتاب والإعلاميين، السيدات والسادة الحضور. أرحب بكم في الملتقى الثقافي المصري اللبناني
الذي يعكس علامات الشراكة والإخوة بين البلدين الشقيقين مصر ولبنان. فما بين مصر ولبنان سطور مضيئة لم تعرف يوما إلا كل الود والحب والتفاهم في كافة المجالات، في الثقافة والفن وفي التجارة والاستثمار وحتى في المواقف السياسية. والمستقبل سيكون بإذن الله أفضل في ظل النوايا المخلصة والجهود التي تبذل سواء من الحكومات أو الدبلوماسيين أو المثقفين، وأيضا من منظمات الأعمال والمجتمع المدني وغيرهم. وقد أسعدني ما قرأته من كاتبنا الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي منذ أيام تعليقا على تنظيم هذا الحدث، أن التاريخ الذي يجب أن نتذكره يتلخص في عبارة واحدة، هي أن النهضة العربية بدأت بالنهضة المصرية، وأن النهضة المصرية بدأت بالعلاقات الثقافية بين مصر ولبنان. ونأمل أن نرى ترجمة حقيقية لعودة العروبة الثقافية المتحضرة بقيادة مصر ولبنان للتصدي لكافة الظواهر الغير حضارية بالمجتمعات العربية. السيدات والسادة الحضور، نحتاج إلى آليات جديدة لنترجم علاقات مصر ولبنان إلى أنشطة ومشروعات تخدم مصالح شعوبنا وتحقق تطلعات الشباب. ونحن في جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نرحب دائما بكل مقترح وكل مقترح من شأنه أن يحقق رؤيتنا نحو شراكة حقيقية ومستديمة بين مصر ولبنان. والملتقى الثقافي المصري اللبناني الذي يعقد اليوم خير دليل على هذا، وخاصة أن العلاقات الثقافية بين البلدين قديمة وعميقة على مر التاريخ. كما أن جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تتبنى منذ أكثر من 25 عاما العديد من المبادرات الرامية إلى تحسين وزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمار بين البلدين. وجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بتكرر الشكر والتحية لدور ودعم الخارجية المصرية والسفارة المصرية في بيروت وسفارة لبنان بالقاهرة ومكتب التمثيل التجاري وشركائنا في لبنان من منظمات أعمال وجهات حكومية على ما يقدمونه لنا من مساندة لنجاح الجمعية فيما تقدمه من أنشطة لخدمة رجال الأعمال بكل من البلدين، وخاصة مبادرة مصر ولبنان إلى إفريقيا، والتي أضافت بعدا جديدا للتكامل في العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال بالبلدين لزيادة التصدير وفتح أسواق جديدة في إفريقيا، حيث تم تنظيم رحلة عمل بوفد من أعضاء الجمعية مصريين ولبنانيين لبعثة تجارية لغانا نهاية هذا الأسبوع لإيجاد آليات جديدة لتنمية الصادرات بالأسواق الإفريقية. السيدات والسادة الحضور، أتقدم باسم أعضاء جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بخالص الشكر والتقدير لجميع اللبنانيين والمصريين المشاركين في الملتقى، وأتمنى أن يكون هذا الملتقى بداية جديدة نحو ترجمة ما بين بلدينا من مشاعر ود وحب إلى مشروعات ثقافية على أرض الواقع تخدم مصالح الشعبين الشقيقين. مرة أخرى أشكر دولة الرئيس فؤاد السنيورة على اهتمامه بالحضور والمشاركة في هذا الملتقى، وأشكر مؤسسة الأهرام شريكنا المنظم للملتقى، وأشكر كل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى الكبير سواء بالمشاركة أو بالحضور والمساندة والدعم. كما أشكر شركاء الجمعية على رعايتهم الدائمة لأنشطة الجمعية بنك عودة وبنك مصر. وأتقدم بالشكر للشركات الراعية للملتقى: الشركة الألمانية اللبنانية للصناعات GLC للدهانات، مجموعة العمارة والتخطيط، بنك التعمير والإسكان، طيران الشرق الأوسط، شركة تروب الليموزين، وكل من شرفنا بالحضور اليوم، متمنين للجميع التوفيق وشكرا. كلمة الدكتور أنور المغيث مدير المركز القومي للترجمة وممثل وزير الثقافة. صباح الخير. طبعا كلنا نعرف أن العلاقات الثقافية بين مصر ولبنان عميقة الجذور، تمتد منذ منتصف القرن التاسع عشر. قد أسس اللبنانيون الصحافة وقاموا بالترجمة وأطلعونا على الفكر العالمي وعما يحدث في العالم في هذا الوقت، بحيث أنهم تقريبا طرحوا علينا نوع الجدل الفكري الذي سوف يشغل العرب خلال العقود المقبلة. وحين نلتقي بأساتذتنا وبأصدقائنا من اللبنانيين
سواء في الجامعة أو في الصحافة أو في الفكر، فإنهم دائما يشيرون إلى أن تكوينهم الفكري تم من خلال الكتب والمجلات المصرية. فالعلاقات المصرية اللبنانية وثيقة بشكل كبير، إلا أننا نعيش الآن في ظرف خاص مليء بالاضطرابات السياسية، ومن الصعب أن نجد توافقا سياسيا في موقف محدد في مشكلة دائرة، ولكن الثقافة تفتح مجال أكبر للتلاقي والاتفاق. وفي ظل هذا الضباب السياسي فإن الإنسان مطالب بأن ينظر إلى الخلف، إلى التاريخ، لكي يفهم منطقه ويستخلص دروسه، وينظر إلى الأمام يكتشف الوجهة التي يتجه إليها العالم، وهذا أمر تقوم به الثقافة أولا. وعلينا الآن وأنا مسرور بهذا الحضور الكبير من المفكرين والقادة اللبنانيين بأن نفكر سويا في نوع الثقافة التي نتمنى أن نطرحها وتكون متاحة للأجيال العربية المقبلة في ظرفنا الذي نعيش. ولهذا فهو لقاء ليس فقط احتفال بلقاء ثقافي مضى، ولكنه افتتاح لتعاون مهم في المستقبل. وشكرا. والآن مع كلمة الأستاذ محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام. صباح الخير. دولة الرئيس فؤاد السنيورة، القامات اللبنانية والمصرية من الحضور الكرام، الحقيقة نشكركم على هذا الحضور في هذا الملتقى اللي بتستضيفه الأهرام اللبنانية المنشأ، اللي حافظت على مدى تاريخها واللي كان سر بقائها 140 سنة هي حفاظها على تقاليد النشأة من احترام التعددية واحترام الآخر وحرية الآخر في التعبير عن نفسه في إطار وطن واحد. التجربة المصرية هي في الأهرام هي تجربة عربية، هي تجربة مصرية لبنانية، ما أحوجنا إلى الاستفادة من الدروس واستلهام العبر للمستقبل من تجربة الأهرام كمصر مكثفة أو مصر مصغرة، ومن التجربة اللبنانية وكذلك من التجربة المصرية بالنسبة للبنان. لبنان لها تجربة خرجت منها بدروس أهمها التعايش ورفض الاستحواذ ورفض الانقسام والحفاظ على الوطن. أيضا نحن لتونا خرجنا من تجربة كان هناك أيضا فيها استحواذ وفيها انقسام، واستطاعت ثورة 30 يونيو أن تخرج هذا الوطن من الجحيم الذي كان ينتظر. الملتقى الثقافي أعتقد أنه مهم لأنه يقدر يفتح لنا آفاق لا تنعكس على الثقافة فقط بل على السياسة أيضا المنطقة العربية تحتاج كما تحتاج إلى تطوير الموروث الثقافي وتفعيل القيم الثقافية المشتركة، تحتاج أيضا إلى تفعيل ووجود السياسة أصلا. الحقيقة الأهرام بهذا الملتقى بيستعيد تاريخ في العلاقات المصرية اللبنانية لبناء جسور عربية مش بس بين البلدين الشقيقين لكن أيضا على صعيد ويكون لها امتداد على الصعيد العربي. النهضة المصرية اللي جنيناها في مصر في الثلث الأخير من القرن 19 والقرن العشرين جاءت من خلال مصادر متعددة، لعل من أبرزها العلاقات الثقافية المصرية اللبنانية خاصة في مجال النشر والصحافة.
أنا هنا ودي طبعا مظاهرها مش بس الأهرام، إنما دار الهلال أيضا ودار المعارف والعديد من دور الصحافة والنشر في المنطقة. لا أبالغ إذا قلت أنه إحياء حركة الثقافة العربية بل والسياسة في العالم العربي يبدأ بمصر ولبنان. هنا أستعير من عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ما قلته في كلمة ألقاها في بيروت في صيف عام 49. الكلمة دي كشف عنها زوج ابنته محمد حسن الزيات وزير الخارجية الأسبق وقت حرب أكتوبر، ونشرت بعد تحقيقها في عام 2004. قال طه حسين: من حق لبنان، عميد الأدب العربي طبعا، من حق لبنان أن يكون حافيا بمصر، ومن حق مصر أن تحتفي بلبنان، فهذان الوطنان الكريمان تعاونا دائما على الخير وتظاهرا دائما على تحقيق المنفعة الإنسانية الكبرى، فنحن لا نكاد نرى وطنينا منذ فجر التاريخ القديم إلا متعاونين على الخير، متظاهرين على نشر الحضارة والثقافة. وأعتقد أن هذا دور ممتد. هذا الملتقى نواة لتطويره في الفترة ما أحوجنا فيها إلى وجوده وإنماء. شكرا جزيلا. والآن مع كلمة دولة الرئيس فؤاد السمير، وليتفضل. أيها الإخوة والأخوات، لقد أعددت لهذا الملتقى ورقة قد لا يكون من الممكن قراءتها بكاملها أمامكم الآن، ولذا فإنني سأقتطع منها بعض المقاطع وأزود بنسخة رقمية لوزارة التحرير في جريدة الأهرام والأستاذ محمد علان، ليمكن أن يزود بها من يريد أن يطلع عليها بكاملها. أيها الإخوة والأخوات، أود بداية أن أعبر عن سروري الكبير لدعوتي إلى هذا اللقاء الذي تنظمه صحيفة الأهرام بالتنسيق مع جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال. أما جمعية الصداقة فقد خبرت نشاطها في مناسبات عديدة خلال زياراتي إلى القاهرة أو في مناسبات مقيمة بيروت، وإنني أثمن للجمعية مشاركتها في الإعداد والتحضير لهذا الملتقى، فعالم الأعمال لا ينفصل عن عالم الثقافة وعالم السياسة، وكذلك حين يتعلق الأمر بالعلاقات بين دولتين شقيقتين. وأما صحيفة الأهرام والتي أسسها اللبنانيان الشقيقان بشارة وسليم تقوى عام 1875، والتي لم تنقطع عن الصدور منذ ذلك الوقت، فهي الأجدر بإحياء هذا الملتقى. فقد صدرت الأهرام في تلك الآونة التي شهدت فيها مصر توافد اللبنانيين ومشاركتهم في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس المطابع والمشاركة في كافة أوجه الحياة الفكرية والثقافية والأدبية والاقتصادية في مصر. وقد حافظت الأهرام على مكانتها رغم تقلب الأحوال وتواتر الأحداث، حتى أصبحت أشهر صحيفة عربية على الإطلاق، وخصوصا في ذلك الزمن من ستينات القرن الماضي، حين أخذت على عاتقها الاهتمام بالشأن
العربي العام والحياة الوطنية العربية. وكنت حينها لا أزال على مقاعد الدراسة، حيث كانت الأهرام تشكل بالنسبة لي ولأقراني بوصلة تسهم في توجيه أفكارنا وتعميق وعينا العربي والوطني. ومن دواعي سروري أن أدعى إلى ملتقى ثقافي لكنه معني بالثقافة السياسية أو بتضافر السياسي والثقافي في صناعة الأحداث والعلاقات بين الدول والمجالات الحضارية. وكما تعلمون فإنه في حالنا الراهنة صارت الثقافة شأنا ملحا لما نشهده من تدهور في الوعي الوطني والقومي والإنساني المؤثر في السياسات، وبالتالي تدهورا في القدرة والرؤية الواضحة والإرادة المصممة والمثابرة على صناعة الحاضر والمستقبل. فهناك تعثر في مواكبة العصر وتعثر في التعليم ومستوياته ونوعية مخرجاته، وتعثر في التنمية ومكافحة الفقر، وازدياد في حدة الفروق في المجتمعات العربية وبين الدول العربية فيما بينها، وتراجعا في التضامن والتضافر القومي، واستنكاف عن التعاون والتكامل فيما بين الدول العربية، وعودة إلى سياسات المحاور والعصبيات وردود الأفعال، وانخذال وتفرق في مواجهة التدخلات الأجنبية في الشأن العربي، وانتشار التيارات المتشددة والمتطرفة التي تدعي الإسلام والتي تهشم ديننا وثقافتنا وعيشنا المشترك وعلاقتنا بالعالم. من هنا تأتي أهمية هذا الملتقى في هذه الظروف الدقيقة والحرجة التي تمر بها أمتنا العربية، وتتضاعف أهمية اللقاء كونه لبنانيا مصريا، فهذان البلدان شكلا سويا مهد النهضة العربية الحديثة. في النصف الأول من القرن التاسع عشر عرفت مصر أول تجربة تحديث شملت الصناعة والزراعة والتعليم وبناء جيش نظامي، كما عرفت النشر الجديد والطباعة والترجمة. وفي الوقت ذاته شهد لبنان ظهور المدارس الإرسالية والوطنية على السواء وإنشاء الجمعيات، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوء فئة جديدة من المتعلمين تعليما حديثا والعارفين باللغات الأجنبية والقديمة، فضلا عن إتقان العربية الفصحى الكلاسيكية، ومحاولة تطوير لغة عربية حديثة تستوعب فكر وحضارة العصر. وقد ضاقت مساحة لبنان بخبراتهم، فضلا عن القيود التي كانت تفرضها السلطنة العثمانية آنذاك، فوجدوا في الهجرة إلى مصر ملاذا للتعبير عن تطلعاتهم العصرية. وكانت مصر في تلك المرحلة تضج بمشاريع الخديوي إسماعيل التحديثية في كل المجالات، فوجد هؤلاء اللبنانيون في مصر مجالا رحبا لتحقيق طموحاتهم في إنشاء الصحف وتأسيس دور النشر والإسهام في نهضة المسرح والحياة الثقافية. كان دور اللبنانيين في مصر يتجاوز إنشاء الصحيفة والمطبعة وإثراء الحياة الفكرية والأدبية، فالتفاعل بين اللبنانيين والمصريين في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين أوجد الخطوط العريضة لما يمكن أن نسميه ثقافة عربية حديثة، إن في الفكر والآداب أو العلوم أو في المسرح والسينما والموسيقى وسائر الفنون لاحقا. وأصبحت جامعة القاهرة بعد تأسيسها عام 1908 جامعة العرب يتوافد إليها الطلاب من العراق وسوريا ولبنان واليمن وبلدان الخليج. هؤلاء الطلبة الذين يتزودون بالعلم والمعرفة الحديثة يعودون إلى بلدانهم ليصبحوا قادة الرأي والفكر والسياسة، وهذا فضلا عن البعثات التي كانت مصر ترسلها إلى البلدان العربية ومنها لبنان طوال 60 عاما لتطوير التعليم والحياة الجامعية، في حين كان كل ناشدي العلم الديني المعتدل والمستنير يأتون إلى الأزهر الشريف بمصر من أجل التعليم الديني العالي بمختلف
كليات الأزهر فضلا عن الجامعات المصرية الأخرى. وأولئك الذين لم تتوافر لهم فرصة الذهاب إلى القاهرة لمتابعة التحصيل العلمي في جامعاتها كانوا ينتظرون المجلات القادمة من القاهرة، من الهلال إلى رسالة إلى المقتطر وغيرها، أو ينتظرون ما يكتبه وينشره الأعلام الكبار أمثال طه حسين ومحمود عباس ومحمود عباس العقاد وسلامة موسى وأحمد أمين وقاسم أمين الرائد في تحرير المرأة، أو ينتظرون الأعداد الشهرية من سلاسل الكتب التي تقدم الموضوعات التاريخية والمؤلفات الروائية والأبحاث العلمية. ويمكن أن أتحدث عن نفسي حين نعمت بأن والدي كانت تصله أعداد الهلال بشكل دوري، وكذلك المقتطر وروايات جورج زيدان، مما مكنني من أن تكون تلك المجلات والكتب وغيرها في مكتبته مصدرا هاما من مصادر المعرفة بالنسبة لي ولإخوتي وأخواتي. كذلك كانت سلسلة كتابي، إذ إن سلسلة حلم مراد التي تترجم روائع الأدب العالمي كانت هي أيضا مفتاحي السحري للدخول في عوالم المعرفة، والتي أسهمت في نشأتي الفكرية من خلال متابعتي لإصداراته في الآداب العالمية. كذلك أيضا شكلت الإذاعة المصرية وبعدها كذلك التلفزيون المصري في مطلع الستينات معينا لا ينضب من الثقافة العربية والعالمية، وتعزيزا للانتماء العربي والقومي لأجيال واسعة في لبنان ومصر ومختلف أنحاء العالم العربي. ولا يفوتني ما كان لعمالقة الفن والموسيقى والغناء أمثال أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وفيروز وصباح ونجاح إسلام ووديع الصافي من أثر كبير في مخيلة ووجدان ليس فقط المصريين واللبنانيين بل والعرب جميعا، بما أسهم في تعزيز التعارف والوئام والتواصل العربي. وخلال ما يقرب من القرن من الزمن تبادل لبنان ومصر الأدوار الثقافية، فمع إطلال الخمسينات من القرن العشرين أصبحت بيروت مركزا للطباعة والنشر والصحافة، واحتضنت التيارات المعاصرة في الشعر والمسرح، وأصبحت مركزا لترجمة التيارات الفكرية والأدبية التي تظهر في أوروبا والعالم وتأثيراتها. وفي مطلع السبعينات هاجر إليها العديد من الكتاب والصحفيين الذين احتضنتهم صحف ومجلات بيروت ودور النشر فيها، وحتى الإنتاج السينمائي المشترك. إنما أنجزه المفكرون والمثقفون والأدباء العرب بين لبنان ومصر خلال سحابة قرن من الزمان يرقى إلى المشروع الثقافي المتكامل. ففي مرحلة النهضة الأولى مع الرواد أمثال الطهطاوي وبطرس البستاني وعلي مبارك ومحمد عبده وأحمد فارس الشدياق وإبراهيم الياظي وقاسم أمين، وضعت أسس مفاهيم الحرية الوطنية والتربية وتعليم المرأة وتحريرها، وأصبحت هذه القيم جزءا من الفكر العربي الحديث. وفي المرحلة اللاحقة وهي مرحلة التحرر الوطني أصبحت قيم الديمقراطية والدستور والبناء والتنمية والوعي العربي والوحدة العربية هي القيم التي اطلع بها المفكرون والمثقفون، وليس في مصر ولبنان فحسب، ولكن مفكرين ومثقفين من العراق وسوريا وتونس والجزائر والمغرب، وانطلاقا من مصر غالبا شاركوا في صياغة المشروع العربي التحرري الذي حقق إنجازات في الستينات تجلت وبزعامات مصر في استقلال العالم العربي في كل أرجائه، وتحول العرب إلى قطب عالمي من خلال الحياد الإيجابي وجبهة عدم الانحياز. أيها الإخوة والأخوات، خلال العقود الأخيرة كانت الإخفاقات أكبر من الإنجازات، فلم تتحرر الأرض ولم يتحقق التقدم والمشاركة بالقدر المؤمل، ولم تتحقق الوحدة المنشودة، ولم يتحقق التعاون على أساس تنمية المصالح المشتركة بالقدر المطلوب، وتراجعت مستويات التعليم،
وأخفق العديد من المشاريع الاقتصادية، وتخلفت الصناعة بدل أن تتقدم، وهجر الفلاحون الأرض نتيجة التغيرات الاجتماعية والسكانية الكبيرة ليكونوا أحزمة البؤس حول المدن العربية. كما فقدنا الحكومات التمثيلية، وانتهكت الدساتير الحافظة للحريات العامة والخاصة